السلام عليكم. النهارده هنعمل واحدة من ألذ وأحلى الحلويات الشرقية، أصابع البقلاوة أو أصابع الجلاش. هنعملها بطريقة سهلة وسريعة، هتطلع معاكي حاجة كده في منتهى اللذاذة، وهنعرف ازاي تطلع معاكي مقرمشة وقوامها هيطلع كده حاجة بيرفكت. وهنعرف كمان ازاي نعمل السيرب بتاعها أو الشربات المظبوط. ولأول مرة يشوفني، أنا اسمي مروة، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو اللايك والشير. أول حاجة هنعملها السيرب بتاعنا أو الشربات. أول حاجة بحتاجها 3 كوبايات من السكر، بحطها في الحلة بتاعتنا، وعليهم 4 كوبايات من المية. كل ده انا لسه ما ولعتش البوتاجاز، وهبتدي ان انا اقلب المية مع السكر لحد لما السكر يدوب كويس جدا مع المية قبل ما اولع البوتاجاز. نقلب فيه كده بالراحة لحد لما يدوب خالص، علشان خاطر ما يسكرش بعد كده معانا لما نولع البوتاجاز عليه وهو يكون لسه يعني سكر كده، فهيسكر تاني معانا ويعمل قطع سكر. هضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون أو عصرة ليمونة أو عصرة نص ليمونة، ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. ممكن تستبدلوها بعسل النحل، وممكن ان احنا نشيلها خالص، يعني ما نحطهاش خالص، هي اختيارية. هنسيبهم مع بعض بقى لحد لما يغلوا. اول ما يبتدوا يغلوا هنهدي النار شوية ونسيبه لمدة 7 دقايق او 8 دقايق. بعد كده عندي مكسرات مجروشة، جبت شوية مكسرات وطحنتهم في المطحنة، مش ناعم قوي، وضفت عليهم ربع معلقة صغيرة من القرفة ومعلقة كبيرة من عسل النحل. والقرفة هنا اختيارية حسب اللي بيحب طعمها، اللي بيحب طعمها يضيفها، هي بتدي طعم حلو ولذيذ، لكن اللي مش بيحب طعمها يشيلها خالص وبلاش منها ويكتفي بالمكسرات. وهجيب القالب بتاعي وهدهنه من السمنة السايحة. عندي كوباية سمنة سايحة هدهن بيها القالب، وهستخدم الباقي لورقات الجلاش بتاعتي. ممكن تستخدموا بدل السمنة السايحة تستخدموا زبدة، بس هو يفضل السمنة، يعني الوصفات الأساسية بتبقى بالسمنة، لكن اللي يحب أو يفضل الزبدة يستخدمها. وطبعا تفضل إن هي تكون سمنة بلدي أو سمنة نباتي اللي يريحكم. بجيب ورقة من الجلاش، وطبعا ببقى مغطية بقية الجلاش بتاعي بالفوطة علشان خاطر ما ينشفش معايا. وابتدي إن أنا أدهن ورقة واتني كده حتة منها. وهستخدم هنا كده عصاية كانت عندي، او حاجة كده زي الماسورة الاستانلس تبقى رفيعة، وابتدي ان انا الف ورقات الجلاش بتاعتي. الف كده حتة بس صغيرة منها، يعني الف لفة او لفتين، وبعد كده بحط الحشوة بتاعتي، وبعد كده هكمل لف. المكسرات زي ما انتوا شايفين مجروشة، يعني مش ناعمة قوي ولا خشنة قوي علشان الورق بتاعي ما يتقطعش. واجي كده في الاخر برضو ادهن معلقة سمنة كده علشان الورق يلزق في بعضه كويس. ممكن بدل الماسوره الاستانلس اللي انا استخدمتها دي، كنت تستخدموا اللي هو الخشب بتاع الشيش طاووق وتلفوا عليه بلاستيك ريب. بعد ما بخلص لف كده بحاول بقى ان انا اكشكشها كده بالراحه من الحرفين ومن النص، بتتكشكش بكل سهوله. كل ما كان الجلاش بتاعك طازه وطري هتتكشكش معاكي بكل سهوله. لو كان الجلاش بتاعك مش طازه وكان متفرز، تحاولي تطلعيه قبلها بفتره وسيبيه ياخد درجه حراره الغرفه. هجيب ورقه تانية من تحت الفوطه، برضو هغطي بقيه الورق، وهدهنها برضو كويس كده بالسمنة السايحة بتاعتنا. ندهنها كده من كل الأطراف، وهتني برضو حتة كده يعني تقريبا أقل من نصها، يعني مثلا ربعها، عشان الحشو ما تتقطعش مني لما اجي احطها، الجلاشة نفسها ما تتقطعش من الحشوة. وهلف لفة او لفتين، وبعد كده برضو احط الحشوة بتاعتي. كل ده علشان خاطر الورقة الجلاش بتاعتنا ما تتقطعش من الحشوة. وبعد كده نبتدي ان احنا نكشكشها زي ما انتوا شايفين، بتتكشكش كده بكل سهولة، وبعد كده بتطلع من العصاية بتاعتنا بكل سهولة، ونحطهم جنب بعض. ولما نخلص كل الكمية ندهن برضو الوش بتاعها بالسمنة السايحة، برضو بالفرشة كده. ما ندهنش كتير قوي، بس لازم كلها تكون مدهونة حلو جدا بالسمنة عشان كلها تتحمر كده وتاخد اللون الذهبي المظبوط بتاعها معانا. وفي الوقت ده طبعا بكون مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، وبسيبه ان هو يسخن لمدة كده 10 دقايق قبل ما احط فيه الصينية بتاعتي او القالب بتاعي. كده اتدهنت معايا كويس. هقطعها بقى حسب الحجم اللي احنا عايزينه لكل صوبع شكله ايه. اقطعها بقى، انا هقطع تقريبا على 3 صوابع، كل صف كده على 3 صوابع. هو كده ده الحجم الحلو. قطعت كده كل الكمية اللي عندي، بيتقطع طبعا بكل سهولة لانه طبعا طري من السمنة وهو لسه طري.
وهدخله بقى الفرن وهسيبه لمدة كده مثلا ربع ساعة او تلت ساعة، وهبص عليه اشوفه من الجناب ومن تحت احمر. لو من الجناب ومن تحت احمر هولع عليه الشواية علشان برضو من فوق ياخد اللون الذهبي المظبوط الحلو ده، وهطلعه. واول ما اطلعه بقى ابتدي على طول اسقيه بالشربات او بالسيرب بتاعي. يعني الشربات او السيرب بيكونوا باردين، والصينيه بتاعتي او الجلاش بتاعي هو اللي بيكون سخن. انا هنا عامله الشربات تقريبا يعني متوسط السمك، ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي، لان انا ما بحبش، او عندنا في البيت يعني ما بيحبوش الجلاش يبقى مقرمش قوي قوي. لكن اللي عايزه يبقى مقرمش قوي يبقى يسيب السيرب بدل ما يكون على النار، او الشربات بدل ما يكون على النار لمده 7 أو 8 دقايق، يسيبه يغلي لمده 10 دقايق. هيلاقيه تقل اكتر كده وبقى عامل زي عسل النحل. ساعتها هيخلي الجلاش بتاعك يكون مقرمش اكتر. زي ما انتوا شايفين كده الجمال والحلاوة واللون الذهبي التحفة ده، كان طعمها خطير وريحتها كانت خطيرة، وبالهنا والشفا.